يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى اخوات في الدنيا. وحشتوني كتير كتير كتير. ورجعنا بقى من راس البر وندخل بقى على المطبخ وعلى الجريمة اللي احنا عاملينها في راس البر. وتعالوا بقى نشوف مع بعض أقوى جريمة. ده هنا عاصم بس بيثبت وجوده وبيكح كده عشان يعرفكم اللي هو موجود. طب مش هتيجي تقول لهم حطوا لايك يا عاصم؟ كملوا بقى معايا الفيديو للاخر وحطوا لايك لعاصم. قول لهم يا عاصم بصوا تعالي حطوا لايك. حطوا لايك. عاصم واقف من بعيد اهو بيقول لكم حطوا لايك وشجعوه باللايك كده عشان هو قرفان اصلا من الفيديو ده. عايزه اقول لكم وانا بفك بقى على الجثه اللي انا مدفناها دي عمال يقول لي اف مش طايق الريحه. ما بيحبش ريحه السمك وما بيحبش الحاجات دي خالص. ولا ملك. عاصم بيقول لي ولا ملك جابت مشبك وسدت بيه مناخيرها عشان ما تشمش. ده احلى حاجه في ريحه الفسيخ ريحته، يعني احلى حاجه في الاكله دي ريحته. ازاي ما بيحبوش الحاجات دي انا مش فاهمه. ملناش دعوه بيهم. انا وساندي بصوا واحمد قضينا على الجريمه دي بجد. عايزه اقول لكم تعالوا بقى هنفتح مع بعض. كملوا الفيديو بقى عشان انا بص كنت بفتح ومرعوبه لان انا اول مره اعمل فسيخ، والله اول مره في حياتي. انا بعمل كل حاجه وبعمل السردين وبعمل البسارية بخللها، انما ما جربتش خالص ان انا اعمل فسيخ. مش فاهمه ليه دي فاتتني الحكايه دي. اللي شجعني بقى ان انا اعمل الفسيخ ان انا رحت في يوم شم النسيم عند الفسخاني وقلت له انا عايزه كيلو فسيخ. قال لي الفسيخ ب 450 الكيلو. قلت له يعني الكيلو ب 150 جنيه بنجيبه من عند بتاع السمك، ليه اجيب الكيلو ب 450؟ فمن هنا بقى قررت ان انا اعمل الفسيخ في البيت. ومش في البيت بقى، ده انا عملته في المصيف، يعني في وسط البحر كده عملت الفسيخ. عايزه اقول لكم ان طلع بجد خطير. انا كنت خايفه ان يطلع وحش او يبوظ مني لان انا خدته معايا في العربيه واحنا راجعين، وكنا راجعين في عز الحر. اليوم ده كنا واحنا راجعين في الطريق كانت الدنيا، عايزه اقول لكم درجه الحراره كانت 44، والفسيخ كنت حاطاه عند العربيه من ورا والشمس ضاربه فيه. وبعد كده روحت البيت لقيته فيه ميه، فانا قلت الفسيخ خلاص باظ يا لهوي. كنت خايفه ومرعوبه. قلت الشمس بقى بوظته والحر. عايزه اقول لكم ان انا فتحت عليه بعد ال7 ايام مش متخيله ان هو هيطلع مستوي حلو وتحفه. وكان المفروض ان انا كمان في الحر ده افتح عليه في 5 ايام. طبعا احنا لو في شتاء هيقعد معانا 15 يوم. بصوا شايفين السمكيه عامله ازاي؟ بجد تحفه. عايزه اقول لكم ان لحمه كان طعمه خطير. معلش يا جماعه على عاصم وسويت عاصم عشان تعرفوا وتعذروني الصبيان وعمايلها اللي بيعملوا سويت وضرب في ملك وساندي ما بيبطلش. عايزه اقول لكم بقى ما تشجعوش عاصم بلايك ولا تحطوا له لايك، ما تحطولوش لايك. بصوا بيتخانق معاكم. بصوا هنا بقى سيبكم من عاصم. هنا بقى جبت مناديل كده اشيل الملح اللي على الوش كده من الفسيخ. انا بصوا عايزه اقول لكم ان طلع طعمه ملحه مظبوط. الملح بتاعه كان مظبوط، ما كانش حادق ولا دلع، لا الملح كان مظبوط ما شاء الله. الله اكبر بجد، يعني عشان ما تحسدش الله اكبر عليا اول مره اعمل الفسيخ يا جماعه، والله طلع تحفه. ومن هنا ورايح بقى مش هعمل الفسيخ غير في البيت. يلا تشجعوا زي كده. انا كنت مفكراه هيبقى صعب بقى ولا ممكن يبوظ مني، لا بجد والله طلع تحفه. وزي ما قلت لكم في الصيف ممكن نفتح عليه كمان بعد 5-6 ايام. يعني انا فتحت عليه 7 ايام دي كان استوى يعني. انا كان ممكن افتح عليه في الحر اللي احنا فيه ودرجه الحراره اللي احنا فيها دي في 5 ايام كان هيطلع معانا برده مستوي وجميل وتحفه زي ما انتم شايفين. هنا بقى مسكت السمكيه كده من عند الظهر وبقيت بدات افتحها، بس المقص بتاعي يعني ما شاء الله عليه صاروخ، بيفتح صاروخ يعني. بصوا بقى السمكيه، قلب السمكيه تحفه بجد. من هنا ورايح بقى مش هنشتري فسيخ من بره تاني. تشجعوا كده واعملوا زيي اللي ما بيعرفش يعمله، وطريقته سهله جدا والله وما خدتش مني وقت. وطلع ما شاء الله عليه تحفه زي ما انتم شايفين، والطعم بتاعه خطير والملح بتاعه مظبوط. طبعا اللي ما شافش طريقته في الفيديو هحطها لكم في صندوق الوصف، وبرده خشوا شوفيها واعملي نفس الخطوات دي هيطلع معاكي تحفه تحفه ما شاء الله. هنا بقى كنت هطلع اللحم بتاعه، هطلعه بقى بظهر المعلقه كده وعبيه بقى ببطرمان. هتعبيه ببطرمان لو انت مش هتاكليه، وتحطي عليه شويه زيت وتشيليه في التلاجة مش هيحصل له اي حاجه. هنا بقى سلسله الظهر دي مش هنرميها، يعني احنا بصوا بقى بعد الفيديو دي انا وساندي قضينا عليها، كنا بنتخانق عليها، دي مش هتترمي طبعا عشان عيب بقى والاتيكيت وكده. مش هنيجي جنبها كده دلوقتي بعد ما اتقفل الفيديو. عايزه اقول لكم ما اديناش فرصه لنفسنا، انا وساندي قضينا عليها. وعاصم بقى واقف قرفان مننا ومراخيره عايزه اقول لكم والله العظيم راح جاب طرحه من الدرج وقام رابط بيها وشه. يا ابني نفسك هيتكتم، مفيش نفسك هيتكتم، مفيش يعني ما سمعش الكلام خالص. وحط البتاع عشان ما يشمش الريحه. ماله ريحه الفسيخ؟ انا مش فاهمه، ده احلى حاجه فيه ريحه الفسيخ.
والله عيالي دول رخمين، سواء ملك ولا عاصم. سامع يا عاصم؟ قول لهم حطوا لايك. طب حط. لا خلاص انا مش همسح الصوت بتاعك ده عشان انت بتقول بصوت وحش. قول لهم حطوا لايك بقى. حطوا لايك حطوا لايك عشان عاصم. بصوا عاصم متعصب، يعني عصبي جدا، مش فاهمه في ايه. انت كده بتخوف الناس يا عاصم، مش هيحطوا لك لايك. مش هيشجعوك ولا هيحطوا لك لايك عشان ماشي اهو. قول لهم حطوا لايك بقى بالراحه، حلو بطريقه حلوه عشان يحطوا لك لايك. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا اكتبوا لي كومنت حلو كده، قولوا لي مين بيعرف يعمل الفسيخ وطلع معاه حلو ولا لا، ويلا جربوه قولوا لي في التعليقات، وحطوا لي لايك حلو كده. ومش عشان رجعنا بقى من المصيف مش هتتفرجوا على فيديوهات المطبخ، لا شجعوني كده في المطبخ كمان يا جماعه بالله عليكم. كملوا الفيديو للاخر وقولوا لي بقى عايزين وصفات ايه ولا عايزين فلوجات تاني. والله يعني انا عايزه اقول لكم ان انا رجعت من المصيف دخلت على المطبخ على طول، خلاص مفيش فسحه بقى تاني. قولوا لي وصفات حلوه كده انتوا حابين نعملها مع بعض، عايزين وصفات اقتصاديه اي حاجه وانا تحت امركم باذن الله. وزي ما انتم شايفين هنا بقى كنت بعمل بالمعلقه زي ما انتم شايفين، بطلع بقى اللحم بتاعه كده وبعبيه في البطرمان. عايزه اقول لكم ان احنا السمكتين دول كلموا على 3 مرات. بجد كان خطير، كان طعمه تحفه زي ما انتم شايفين كده، اللحم بتاعه ملحم وحلو وما شاء الله عليه. عايزه اقول لكم ان ريحته لوحدها كانت فظيعه، يعني انا بحب ريحه الفسيخ، معرفش مالك مالها يعني. مالك واقفه جنبي يعني سدالي مناخيرها ليه؟ انا مش فاهمه. الناس دي ملناش دعوه بيها، ما نعرفهاش، خليها على جنب. احنا اللي يتابع الفسيخ يرفع ايده فوق يحط لي لايك، اللي ما بيحبش الفسيخ بقى يحط لي ديسلايك. وهنا زي ما انتم شايفين بقى خلاص عبيت السمكتين كده، الفسيختين بتاعنا الحلوين دول في البطرمان ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان ريحته تحفه واللحم بتاعه والله العظيم والله العظيم كان زي السكر. الملح كان مظبوط خالص. هنا بقى بصوا، يعني انا كنت هشيل البطرمان ومش مش هاكل منه، قلت هعبيه كده ببطرمان واشيله. سانجي قالت لي لا ما ينفعش، احنا لازم ناكله دلوقتي وندوق. حمري بطاطس جنبه، كان في رنجايه في التلاجة قالت لي طلعيها. ما صبرتش على الاكل. عايزه اقول لكم ان اليوم ده كنت عامله اكل خلتني شيلته، وقالت لي لا احنا هنتغدى النهارده الفسيخ والرنجه، ما ينفعش نشوف الفسيخ وما نتغداش. خلتني بقى رحت حمرت بطاطس كده زي ما انتم شايفين، قطعت بصل، ما كانش فيه طبعا بصل اخضر، ما كنتش عامله حسابي ان احنا هناكل فسيخ النهارده. طلعت كام بصلايه صغننه كده من البصل الاحمر الحلو ده، حطيت عليهم شويه خل وحمرت بطاطسيتين كده وشويت الرنجايه وايه، وحطيت بقى شويه ملح وكمون على البطاطس. عايزه اقول لكم ان الاكله بجد كانت تفتح النفس، يا ريتكم كنتوا معايا، كنا اتغدينا كلنا سوا. بجد انا بعشق الاكله دي، مين بيحبها زيي؟ حطيت بقى كده شويه زيت على الرنجه واعصر عليها ليمون. انا عارفه بقى ان انتوا ريقكم جري كده اللي بيحب الاكله دي. عايزه اقول لكم يعني انا لو شفتها هضعف بصراحه، حتى لو واكله هقعد اكل تاني 15 رغيف كده بقى. ومش مهم بقى الرجيم ومش مهم اي حاجه، الاكله دي بجد جباره، الواحد بيضعف قدامها بصراحه، يعني حاجه كده تفتح النفس. واعصر بقى الليمون كده. ياه انا جعت تاني والله. عايزه اقول لكم ان انا بسجل لكم الفيديو ده بعد ما اكلتها بكام يوم. انا كده جعانه تاني والله، عايزه اروح اكل. هي دي الاكله اللي تفتح النفس بقى، لا تقولي لي بقى ولا لحمه ولا فراخ. بصوا الاكله دي بجد فظيعه. يلا بقى من عليكم كده، يعني لو وصلتوا معايا لحد هنا هفضل اكد عليكم، اكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم، شجعوني باللايك. عارفين جه ورايا انا سيب اروح فين منه. انا عايزه اقول لكم ان انا سبت له الصلاه ودخلت في الاوضه عشان يبطل كلام، برضه داخل ورايا اقول لكم حطوا لايك. حطوا لي لايك حلو بقى كده وشجعوني على الفسيخ الحلو اللي انا عملته ده. فرحوني كده وقولوا لي عملتيه تسلم ايدك، فرحوني باي كلمه. هنا بقى بصوا بفضي بقى بطرمان الفسيخ زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم فظيع، يعني الريحه فظيعه. الله بجد، الله ما شاء الله بجد كان تحفه. بصوا الجمال بجد، الريحه والطعم كان خطير. هحط بقى عليه زيت كده، في ناس ما بتحبش الزيت بس انا بحب احط عليه زيت. بجد ريحته فظيعه. عايزين بقى تحطوا طحينه بس هو مش محتاج بصراحه، يعني الطحينه عشان تدلعي الطعم شويه، بس هو ملحه كان مظبوط ما شاء الله بجد، ملح كان مظبوط. والرجاله الحزينه اللي كانت في التلاجة عندي اهي، وشويه البصل الاحمر ده بقى. بجد الاكله النهارده ما شاء الله حلوه قوي. اتفضلوا بقى معانا يا جماعه، تعالوا اتغدوا معانا. انتظروني بقى في فيديوهات تانية كتير وشجعوني كده عشان يعني عايزه تشجيع منكم حلو كده عشان اعمل لكم وصفات حلوه. واكتبوا لي بقى لو انتوا حابين اي وصفه اعملها لكم، عايزين اكلات اقتصاديه يعني اكتبوا لي اللي انتوا عايزينه، وانا عايزه اقول لكم ان انا عنيا ليكم.
انتوا تأمروا وطلباتكم كلها اوامر فوق راسي من فوق. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وهتوحشوني يا احلى اخوات في الدنيا. يلا باي باي.